أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا أعزائي الأصدقاء. دعونا نأخذكم في رحلة عبر الزمن إلا 2000 سنة قبل الميلاد في أرض مصر القديمة، حيث الأسرار والحكايات التي لا تنتهي. وقصتنا اليوم بعنوان سر الكاهن الأعظم. قبل أن نبدأ اضغط لايك واشترك في القناة لمزيد من القصص والأسرار والحكايات. هيا بنا الآن لنبدأ رحلتنا اليوم. أغمض عيناك واسترخي وتعالى معي لنسافر عبر الزمن. كان يا ما كان في قديم الزمان في أرض الكنانة، حيث كانت الشمس تضيء وجه النيل وتحمل رياح الجنوب أنفاس الآلهة، وجد كاهن أعظم لا يعرف له اسم في السجلات، ولكنه عاش في طي النسيان، يحمل سرا لا يقال ولا يدون. كان الكاهن شيخا وقورا، يرتدي ثيابا من الكتان الأبيض وعصا مذهبة محفورة برموز لا تقرأ، وكان يقيم في معبد خفي في قلب الصحراء الغربية بعيدا عن أعين العامة، لا يراه إلا قلائل من تلامذته الذين لم يسمح لهم بالخروج مرة أخرى بعد أن دخلوه. يقال إن هذا الكاهن كان يعرف ما سيكون قبل أن يكون، وكان يخضع له الكهنة الأعلى منه مقاما، لأنه كان الوحيد الذي حفظ النص الكامل لكتاب مقدس اختفى من العالم. في ليلة هادئة، حيث اختفى القمر خلف السحب وعم سكون غريب أنحاء المعبد، استيقظ الكاهن على رؤيا مرعبة. رأى فيها واديا من نار، وأصواتا تصرخ دون جسد، ورجالا يلبسون زيا أجنبيا يفتحون تابوتا عتيقا محفوفا بالظلام، وإذا بهم يحررون شيئا لا يشبه البشر. استيقظ الكاهن مرتجفا، يمسك على صدره وعيونه تنظر إلى الفراغ بخوف. لم تكن رؤيا بل رسالة. إن سرا دفن منذ آلاف السنين بدأ بالاستيقاظ، وإن لم يتحرك سيسقط العالم في فوضى لا توصف. في صبيحة اليوم التالي أمر الكاهن تلامذته بإغلاق أبواب المعبد وعدم السماح لأي روح بالعبور حتى الكهنة الآخرين، ونزل بنفسه إلى أعماق المعبد حيث لا أحد دخل منذ عهد الفراعنة الأوائل. فتح بوابة حجرية ضخمة مزخرفة برموز أوزيريس وحورس، وقرأ تعاويذا منسية، فانفرجت الأرض تحت قدميه، وكشف الممر عن نفق طويل مظلم تخرج منه رائحة قديمة كأنها رائحة التراب الممزوج بالذكريات. وفي نهاية النفق كانت هناك حجرة لم تفتح منذ آلاف السنين، محفوفة بالهالات الطاقية، وفي وسطها تابوت أسود من البازلت لا يحمل اسما ولا رمزا، فقط عين واحدة محفورة تنظر في جميع الاتجاهات. إلى جوار التابوت وجد الكتاب ملفوفا بأقمشة حريرية لا تبلى، وعليه ختم ذهبي لا يمكن فتحه إلا بدم الكاهن الأعظم. عرف وقتها أن مهمته لم تنتهي بعد. قطع من راحة يده وسال دمه على الغلاف، فانكسر الختم وفتح الكتاب نفسه. تحركت الرموز على صفحاته كأنها تنفس، وظهرت الكلمات التي لا ترى إلا مرة واحدة في الحياة. قرأ الكاهن عن نبوءة تقول: إذا استخرج هذا الكتاب في زمن ينام فيه الملوك ويستيقظ فيه التابعون، فإن الأرض ستنكشف على بطنها وتخرج الريح القديمة لتطغى على الزمان. الكاهن لم يكن خائفا بل حائرا. كان يعلم أن عليه أن يعيد الكتاب إلى النسيان أو يستخدمه ليخفي الشر القادم، لكن كل خيار له ثمن. أغلق الكتاب وأمر تلميذا واحدا فقط بالاقتراب. همس في أذنه بكلمات لم تسجل في التاريخ، ثم قال له: إن مت قبلك لا تدفنني، بل احرس الكتاب ولا تدع أحدا يفتحه حتى يأتي الزمان الذي يقرأ فيه الناس دون أن يفهموا. مرت سنوات وتوفي الكاهن الأعظم، وأغلق المعبد ولم يدخله أحد بعده، ثم ذاب في الرمال ونسيه العالم. أما التلميذ فقد عاش طويلا، حتى قيل إنه لم يمت. ويقال اليوم أن هناك جماعات سرية تبحث عن المعبد المفقود، لأن الكتاب يحمل طاقة خارجة عن الزمان ويمكن أن يعيد ترتيب العالم. وهكذا لا أحد يعلم أين اختفى المعبد ولا الكتاب ولا التلميذ، ولكن إذا شعرت يوما أن هناك شيئا يراقبك من داخلك، فربما العين ما زالت تراك. إلى اللقاء يا أصدقائي في القصة القادمة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
لمزيد من القصص والحكايات.